بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو روتين يومي صباحي مصري جديد. أتمنى أني بصوا يا جماعة، فيديو النهاردة بعد الصبر جابر. روتين العصاري، وطلعنا حصدنا الطماطم. بعد الفيديو ده هوريكم الطماطم بتاعتنا ونتاج تعبنا وشقانا طول السنة. ان شاء الله الفيديو ينول اعجابكم ورضاكم. تابعوا معايا الفيديو عشان من النوع المهتم جدا بالزراعة. دي العنبة اللي انا زرعاها قدام البيت. بغذيها ازاي يا جماعة؟ انا ده شوية قشر موز. انا فحت في حفرة تحت الساق بتاع العنبة وحطيتهم على اساس ان قشر الموز ده راح مغذي جدا، لان غني جدا بالكالسيوم والبوتاسيوم. فيا ريت يعني لو عندك زرع ممكن تقطعيه قطع صغيرة كده وتحطيه في الزرع، بيبقى مغذي جدا. العنبة خلاص أوشكت إنها تخضر، فأنا عايزة أغذيها وعايزة إن شاء الله تبقى مليانة كده خلصنا بقى بالعنب. وهوريها لكم إن شاء الله لما تجهيز هي العنبة التكعيب وطلعنا فوقينا فوق وأنا عاملاها. أخيرا بعد الصبر جاب. روتين العصاري طلعنا عشان نقطف الطماطم وحصيلة نتاج تعبتنا في طول فترة الشتاء. بصوا النتاج وفير ازاي وجميل ازاي. انا مش هحصد كل الطماطم النهاردة، انا هقطع بس الطماطم اللي استوت، وهخلي باقي الطماطم لحد ما ينضج ويستوي. الفكرة دي جميلة جدا في الزراعة يا جماعة، يا ريت تجربوها و... وتحاولوا انكم انتوا توفري في بيتك. كل الناس محتاجة انها توفر، سواء الغني او الفقير. ما اظنش ابدا في الايام الصعبة اللي احنا بعيشينها دي، وفي ظل غلو الاسعار محدش عاوز يوفر. فازرعي بعض المحاصيل اللي هي هتفيدك، ازرعي طماطم، ازرعي فلفل، ازرعي بتنجان، كزبرة، جرجير. كل الحاجات دي يعني هتقضي فيها وقتك، وفي نفس الوقت مفيدة عندك وصحية جدا ومش مكلفة بالنسبة لك. اتمنى ان بص الطماطم والنتاج بتاعنا هعمل منها السلطة النهاردة. وكل ما احتاجها اطلع اجني تاني، لان انا مش ناوي اجني المحصول كله، ما بيبصش طول ما حمر. ما هو ما بطريش الطماطم مش هتبوظ، هي لسه شادة شوية. رغم كده انا هسيبها لحد ما تستوي خالص، وعشان بعد كده اقطفها كلها. انا زارعة مش شجرة واحدة، ده كذا شجرة، حوالي 5 6 شجرات منتجين جدا وموفرين جدا. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم. تابعوا معايا عشان تشوفوا كل ما هو جديد في قناتنا. وما تنسوش تعملوا اللايك بقى لو الفيديوهات عجبتكم وحسيتوا ان انا بقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد. شوية التربة اللي انت هتحطيهم وشوية السماد العضوي او سماد مخلفات الطيور، هتقلبيهم مع بعض، وتقطع الطماطماية وتغرسيها في التربة، وهتسيبيها 10 15 20 يوم، ان شاء الله 30 يوم، هتلاقيها في الاخر مطلعة النبتة. وهتطلع لك كميات بال20 نبتة. وهي صغيرة الطماطم بس تبقى قد علقة الصباع، تاخديها وتنقليها في اماكن متعددة، وتراعيها بقى، تسقيها تفل شاي، بواقي القهوة، تحطي لها خميرة فورية تخليها تتخمر في الإزازة وتسقي بيها. عندك الطماطم هتبقى عندك إنتاج فظيع ومثمر جدا وناجح جدا. طبعا احنا ملوك التوفير قلت لكم، وكل الناس عاوزه توفر في ظل غلو الاسعار وارتفاع الاسعار وارتفاع سعر الدولار اللي احنا شايفينه ده. ما فيش حد مش عايز يوفر ابدا، كل البلد عايزه توفر. طلعنا طبعا عملنا نزلنا بقى من السطوح، و ده روتين العيش الشمسي الجميل. طبعا ما فيش حد ما بيعشقش العيش الشمسي، وخاصة في الشتاء. يعني بيبقى جميل جدا. واولاد بيعشقوه، بس انا الصحة مش مساعداني ان انا كل يوم اخبز. يعني كل شهر ونص كده بخبز لهم خبزة. وادي الخميرة البلد اللي انا عاملاها. الاول انا بحط شوية مية سخنين بس على العيش عشان يفك ويبقى طري جدا معاكي. لو العيش، لو الدقيق فينو، لو الدقيق قمح ما تحطيش ميه سخنه قوي، الميه تبقى سخنه بس مش للدرجه يعني بحط كوبايه او كوبايتين عشان الدقيق يفك ما يبقاش ناشف يعني معايا. واهم حاجه في العيش الشمسي انك انتي تملكيه وتنعميه خالص. يعني هو ده اللي بيخلي القوام بتاع العيش جميل جدا. 5 6 كيلو دقيق هيعملوا عندك كمية كبيرة خالص. وهقول لكم على تكة كمان بتخلي العيش الشمس ناجح جدا معاكي. الخميرة البلد اللي انا عاملاها دي كنت حاطة عليها قد
قد ربع الليمونة كده خميرة بيرة في الشتا، بتخلي الخميرة فعالة جدا وناجحة جدا. بحط ربع معلقة بس، يا ريت الموضوع ده متعملوش في الصيف عشان ريحة الخميرة البيرة بتفوح في العيش وبتبوظ العيش بسرعة. يعني في الصيف انا بحط خميرة فورية نص كيس او كده. في اخر الفيديو العجين هقول لكم على تكه برضو بتخلي العيش معاكي ملدن وطري وبيرفع معاكي ويبقى ارتفاعه حلو خالص، انك انت تحطي نص كيس خميره فوريه على الدقيق. انا طبعا حاطه معلقتين هنا ملح. واهم حاجه نص الكيس خميره فوريه ده هو اللي هيخلي معاكي العيش مرتفع وناجح جدا. اهو انا حطيته كده في اخر العيش وهعجنه. ده اللي بيخلي معاكي الارتفاع بتاع العيش جميل قوي ومرتفع وجميل ويخمر معاكي بسرعه في الشتاء. جربوا الفكرة دي هتعجبكم ان شاء الله. وانا بعجن في حلة، ما عنديش عجانة، يعني الموجود والله يا جماعة. الواحد ما بيدققش على حاجة طالما انك انت عندك حاجة تحل لك المشكلة، يعني في اي حاجة، في عجانة، في حلة، في اي حاجة. اهم حاجة قلنا انك انت تنعمي العيش وتعجنيه تخدميه العجنة الكويسة. وبعد كده ابتدى ان انا اقطع العيش ده. هم عملوا لي 3، احنا بنقول عليها طباعة، يعني كده حتة خشبة مربعة كبيرة حوالي نص متر في نص متر. عملوا لي 3 طباعات من العيش دي، وبيعملوا كمية انا بحطها في التلاجة وبحتفظ بيها كل ما الاولاد بيحتاجوا بسخنها. اتمنى ان التكات اللي قلتها لكم النهارده في العجين وفي الزراعة تكون عجب. وادي العيش بتاعنا، بصوا يا جماعة ارتفاع حلو قوي ازاي. مجرد ما حطيته والله نص ساعة ارتفع معايا بسرعة جدا لان الشمس سخنة. وقلبته ودخلته الفرن، بصوا جميل ازاي. وطري وجميل جدا على فكرة، بيطلع طري معاكي حلو خالص. اتمنى انكم انتوا لو اول مرة تدخلوا تخبزوا اللي ما بتخبزوش قبل كده تحاولوا انها تخبزوا كمان. ده العيش ده موجود البركة كلها في البيت، بتحس ان البيت كده مليان خير ومليان مليان بالخير ومليان بالستر وبالراحة. احنا حتى يعني البيوت الأرياف كلها سواء فقيرة وغني لازم يبقى العيش ده موجود عندنا، لأن الأولاد متعودين عليه. بصوا جميل ازاي. أتمنى كل الأفكار اللي قلناها لكم النهاردة في روتين يومي النهاردة، روتين الصباحي المصري الجديد، يوم جديد. وأهنيكم بشهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير. أتمنى ربنا ينولهن جميعا يا رب، ويكون شهر مبارك علينا جميعا، ويفك الأزمة اللي فيها البلد دي وارتفاع الأسعار وغلو الأسعار وارتفاع الدولار، وربنا يسهل الأمور إن شاء الله خير. طول ما العيش ده قلنا موجود في البيت، طول ما الخير كله موجود. احنا كنا بنخبزه بكميات، بس دلوقتي على قد الحاجة. كنا بنخبز في الأسبوع مرتين، لكن أنا بالنسبة لظروفي وكده ما بخبزش غير مرة كل شهر أو شهر ونص. ادي كمية العيش اللي أنا خبزتها، عيش طري جدا وجميل جدا وشهي. ياه لو تاكليه مع حتة جبنة قديمة وهو سخن كده وبصلاية، انسي نفسك بقى. ولا مع السمنة البلدي ولا الزبدة. يعني كانت أيام سبحان الله يعني. ربنا يعودها على الناس جميعا يا رب، ويملى البيوت كلها بالخير والبركة، ويملى يجعل بيوتكم كلها مليانة بالخير والبركة والسعادة والراحة النفسية إن شاء الله. ويعود علينا الأشهر الكريمة دي بالخير واليمن والبركات، ويعدل الأمور اللي هي فيها مصر دي بخير إن شاء الله، ويرجع الراحة النفسية وراحة البال، ويكرمكم جميعا براحة البال والراحة النفسيا. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. ما تنسوش حبايبي الاشتراك والتفعيل زر الجرس عشان تشوفوا كل ما هو جديد. قناة التانية قناة جات لي فكرة وصفة، تابعوا الفيديو هيعجبكم خالص. كمان هنا الفيديو ده فيديو اللي هو فكرة جميلة اللي هي تدميس الفول. فكرة جميلة خالص، هتعجبكم ان شاء الله. بصوا الفول كده ضيفي له معلقتين او 3 معالق من الرز المطحون، ودايما زوديه بالمية السخنة، اوعي تزوديه ابدا بالمية الباردة. بصوا الفول زي الزبدة، وانا نقعاه لمدة ساعتين.
في تكات كمان هضيفها للفول هنا هيخلي عندك الفول يعني تبقى خرافي. دول 3 معالق من الدقيق على نص معلقة من الكركم، وانا مقطعه طماطمايه او طماطمتين على الفول في اول لما غليته. الموضوع ده انا بضيف في الاخر، الدقيق والكركم ده بضيفهم في الاخر يا جماعه. وتكوني حريصه انك انت الدقيق ده يا جماعه انك انت تزوديه بالميه البارده وتخليه سائل عشان اما ينزل على الفول ما يكلكعش، لان الفول سخن والدقيق بيكلكع بسرعه. بس هو ده اللي هيخلي معاكي الفول زي الزبده. وجربوا الفكره وان شاء الله هتبهركم. صراحةً هتنبهروا من اللي هتشوفوه بعد ما تحطّي الدقيق والكركم على الفول. فعلًا هتنبهروا وتنبهروا. تابعوا معايا الفيديو وهتشوفوا الفول في الآخر زي الزبدة إزاي. وبعد ما أضيفه استنوا بس 5 دقايق مش شُكل كده الفول، نشوفوا البهار فعلًا وهتشوفوا فول زي الزبدة بعد ما تضيفي أولًا المَيّة كلّها بتاعة الفول بتتحوّل إلى نشا، ونشا طعمه جميل جدًا. كمان هتقولي الطعم هيتغيّر، لأ ده الطعم هيبقى خرافي. جرّبيه كده وإن شاء الله تشكروني كلّكم. اعملي فول رمضان، تدميس الفول بتاع السحور وتدميس الفول بتاع طول شهر رمضان للسحور بطريقة سهلة ومبتكرة وهتبهركم خالص. استني أما أقلّب الفول ده هتشوفي النتيجة فورية يعني يا جماعة. بصوا جمال الفول ازاي، يعني هتاكلي فول زي القشطة بصراحة. جربوها مرة وقولوا لي رأيكم ايه، والله هتبهركم 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 يعني. كل اللي جرب واعجب جدا بالفكرة، اتمنى ان كل افكارنا وتكاتنا وخطواتنا تكون عجبتكم. ما تنسوش لما الفول ينقص مية ما تزودوش مية ساقعة، لابد انك تزوديه مية سخنة عشان ما يسودش معاك ويستوي بسرعة. انا بعمل هنا بدل ما بعمل نص كيلو يا جماعة بعمل كيلو فول. يكفيني حوالي 15 16 يوم. اولا الكيلو فول ده اقسم بالله كيلو فول ده عمل لي حوالي 5 كيلو من الفول المدمس. قسمتهم على اكياس طبعا لشهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير. وفري طبعا في سعر الانبوبه، وفري في البوتاجاز. مش عايزه توفري وفري يعني، بدل ما كده كده يعني بدل ما كل يوم ادمس. انا بعمل تدميسه كلها مره واحده، مش محتاجه انك انت كل يوم تدمسي بقى وخوته وتشغيل الانبوبه. اللي هيدمس لك نص كيلو يدمس كيلو، واللي هيدمس لك كيلو هيدمس 2 كيلو. اعمليه في حله، انا عاملاه في حله مش عاملاه في الدماسه. الفول المدمس في الحله ناجح جدا جدا، بس اهم حاجه تغطيه وحاولي ان تزوديه ميه سخنه. ما تنسوش تعملوا الاشتراك واللايك لو استفدتوا. بالله عليكم ما تنسوش انكم انتوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. اولا اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. بالله عليكم لو استفدتوا حطوا لي لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. في نهاية الفيديو لا يسعني الا ان اترككم في رعاية الله وامنه. دمتم في حفظ الله وامنه وفي رعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.